جوه فين حضرتك؟ ما تسألنيش تاني في الكلام بعد إذنك. فاهم؟ فاهم حضرتك. ازيك يا معلم؟ الحمد لله. خش. ازيك يا معلم عامل ايه؟ الحمد لله يا ابني والله. محدش بقى يشوفك ليه؟ معلش يا اسطى والله مشغول شويه في حوار الشقه بتاعتي دي. شقة ايه يا ابني؟ شقه ايه؟ ايه يا ابني انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ ده انا فرحي بعد 3 شهور. اه، لا مؤاخذة يا مصطفى. ألف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا عم. مش عايز مني أي مساعدة؟ حبيبي مخلينك للتقيل. بجد والله اطلب أخوك صدقني. يا عم انت بق. بق. طب يا عم شكرا. خلاص يا عم ما تزعلش انا اصلا بهزر معاك. المهم انا كنت جاي لك كده، كان في حاجات عندي في الشقه عايز اشيلهم، يعني حاجات كده طوب ورمل وشويه حاجات. حاجات خفيفة بس تكلم الرجالة نيجي تشيلهم. لا يا عم ده حاجات خفيفه يا عم، طوب ورمل وشويه حاجات كده مش مستاهله عن الرجاله وكده. طوب ورمل؟ اه. أنا عارف واحد أهو والله. أكلمهم لك يجي يشيلهم ويديله اللي فيه النصيب. يا عم خلاص ماشي، وانا اروح استناه في الشقه وانت اديله العنوان ويجي لي على هناك. يابا خلصان. وانا هستناك ترن عليا تقول لي هيجي ايه. خلصان، أنا هكلمه وأكلمه. خلصانه يا معلم. عايز حاجه؟ حبيبي يا معلم مع السلامه. ما تستناش يابا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ ايه يا اسلام؟ انا طارق يا اسطى اللي كنت شلت شويه حاجات من عندي قبل كده. واديتني رقمك وقلت لي احتاجتني في حاجه بعد كده. افتكرتك يا استاذ طارق. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. حضرتك كنت عايزني في حاجه ولا ايه؟ كنت محتاج في شغلانه كده، شغلانه حلوه ليك. اتفضل يا استاذ طارق، انا موجود اهو، انا خدام. حبيبي يا اسلام، انت عارف العنوان بتاعي؟ الشغل اللي انا كنت شغال فيه قبل كده. عارف. طب تقدر تجي دلوقتي؟ حاضر، مسافه الطريق وهكون قدامك. طيب ماشي، انا قاعد مستنيك يا سولو. ازيك يا سولو؟ الحمد لله يا استاذ طارق. حضرتك كنت عايزني في شغلانه ايه؟ لا يا عم ما تقلقش، الشغلانه خفيفه. بص يا عم، واحد صاحبي كلمني وعايز يشيل شويه طوب ورمل كده من عنده من البيت، فكلمني وانا كلمته عليه. ترفع راسه ولا ايه؟ ما تقلقش ان شاء الله ارفع راسك يا استاذ طارق. طب تمام. امسك الورقه دي هتلاقي فيها العنوان، هتروح هتلاقيه مستنيك هنا. طب استاذن انا بقى عشان الحق اروح بس. طيب تقدر تتفضل دلوقتي. اتاخر كده ليه؟ هو ده العظيم. ده يا استاذ، انا استاذ طارق بعت ليه؟ اتاخرت ده كله ليه؟ معلش والله المواصلات كانت زحمه. تمام مش هتقعد تحكي لي قصه حياتك. تمام يا فندم، لو انت عايز تعمل في الشقه. بص يا عم عايزك تنقل لي شويه الطوب دول جوه. جوه فين حضرتك؟ ما تسألنيش تاني في الكلام بعد اذنك. فاهم؟ فاهم حضرتك. ايوه كده جدع. بص بقى يا معلم، تاخد شويه الطوب دول تدخلهم هنا الحمام. تمام؟ شويه الرمل دول هتطلعهم بره الايه؟ بره الشقه، وانا رايح مشوار وجاي لك كمان ساعتين تكون خلصت الليله دي عشان في مهندس جاي هيظبط شويه حاجات في الشقه. تمام؟ طب يا فندم الشغل كتير وهاخد 3 4 ساعات. انا بقول لك هما ساعتين بس، هروح المشوار واجي الاقيك مخلص كل حاجه، ماليش دعوه وانت حر بقى. تمام، هعمل اللي اقدر عليه. مفيش حاجه اسمها اللي تقدر عليه، هما ساعتين بالظبط، هروح واجي الاقيك مخلص كل حاجه، الكلام اللي انا قلته يتنفذ، كلامي خلص. تمام يا فندم. تمام انا همشي انا. ساعتين بس، يلا هنعمل اللي نقدر عليه مش مشكله. ماشي. ايه ده؟ ولا لسه ما خلصش؟ انت يا زفت! يا فندم. انا مش قلت لك هما ساعتين بس تكون مخلص فيهم الشقه؟ مش قلت لك المهندس جاي؟ انت ما بتفهمش؟ ما بفهمش، الله يسامحك. حضرتك عرفت ان الشغل ده هياخد اكتر من ساعتين. مش مشكلتي، انا قلت لك هما ساعتين بالظبط عشان المهندس جاي، وانت من ساعه ما جيت عمال تتدلع. اتدلع يا باشا، انا شغال بايدي واسناني، باقي لو المهندس جوه انا شغال. يجي ازاي وانت موجود بشكلك ده؟
شكلي مايل بشكل حضرتك. طب لحد كده بقى مش شغال، دي بقت حسابي عشان كرامتي ما يسمحليش اكتر من كده. كرامتك؟ طب مفيش حساب. ازاي يعني مفيش حساب؟ هو افترى وخلاص؟ هو افترى وخلاص، ويلا اطلع بره. لا مش طالع بره لما اخد بقيت حسابي. لا هتطلع بره، يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا عم امشي من هنا. ايه يا اسلام؟ انا يا استاذ طارق امن جامد وما تسيبني احسن. هلك ازاي بس؟ ايه اللي حصل؟ والله ما فيش حاجه حصلت من ساعه ما اخته عمال يهني وطردني. طب تعالى بس جوه واحكي لي كل اللي حصل. تعالى بقى كده احكي لي كل اللي حصل. بس هو ده كل اللي حصل. طب تمام، تعالى انا هوريك واجيب لك حقك. انا هجيب لك حسابك واجيب لك حقك. اقف انت هنا عم نشوف فين، انا اكلمك. مصطفى مصطفى تعالى يا معلم خش. ايه يا اسطى اللي انت عملته في الراجل؟ يا عم ده مستفز يا عم. هو معايا اهو. تعالى يا اسلام. مصطفى بيقول ان انت مستفز. مستفز يا استاذ طارق، والله ما عملت له حاجه. طب استنى انت يا اسلام، ايه اللي خلاك تعمل كده يا مصطفى؟ هو في ايه؟ هو انت بتحاسبني ولا ايه؟ انا اعمل اللي انا عايزه. لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها تعمل اللي انت عاوزه. يا ابني خليك فاكر القوي في اقوى منه، وانت كده بتشيل نفسك ذنب كبير. ذنب ايه يا عم؟ انت بتألف؟ انك تيجي على الراجل المسكين ده وتاكل عرقه. يا ابني ده في حديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف عقوبتها ايه دي؟ هتكون عقوبتها ايه يعني؟ ربنا هيكون خصمك يوم القيامه. يا ابني ما تخليش الغل يعميك. تصدق كلامك اثر فيا. انا مش هعمل كده تاني، بعمل على الراجل ده هديله عيوب. حضرتك بس. من أخذ حق الأجير فقد أخذ من مال الله، فإن حقه هو حق شرعي له، وهو من الحقوق التي أوجب الله تعالى على صاحب العمل الوفاء بها.